أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في تحليل عرض رو الأسبوعي 2/7/2023، والذي شهد عودة بروك ليزنر ومواجهة كودي رودز له، عودة درو ماكنتاير وتحديه على لقب القارات وهو أكبر تهديد لجونثر. معكم جوبلين من قناة مجنون مصارعة. نبدأ التحليل. افتتح العرض ببطل العالم للوزن الثقيل سيث فريك رولينز الذي دخل إلى الحلبة وسط ترحيب كبير من الجمهور، وتحدث عن سعادته البالغة بما فعله جاي أوسو بأنه استطاع تثبيت رومان رينز لأول مرة منذ ما يزيد عن 3 سنوات. دقت موسيقى كودي رودز الذي دخل إلى الحلبة ووقف في وجه سيث، ولكن قبل أن يقول أي شيء دقت موسيقى بروك ليزنر. خرج كودي من الحلبة وهرع إلى بروك ليزنر وقام بمواجهته، وظلوا يتبادلون الضربات، ثم قام ليزنر بإدخاله إلى الحلبة ليكمل الاعتداء عليه، لكن انتهى الشباك والاشتباك بتنفيذ كودي لضربة الكودي كرا على بروك ليزنر وإخراجه من الحلبة. دخل سيث رولينز مجددا إلى الحلبة وقال يبدو أن كودي وبروك لا يزال لديهم مسائل عالقة بينهم، ولكن من التالي؟ أتت المقاطعة من الجاجمنت داي، ولكن فين بالا لم يكن معهم، وسأل سيث عن سبب غياب بالا ولكن لم يجبه أحد. تحدث ديميان بريست وقال لسيث رولينز يجب أن تكون حذرا مني، لأنني سوف أصرف عقدي في أي وقت، سواء في سمر سلام أو في سرفايفر سيريس أو في رويال رامبل أو الليلة بعد أن أهزم شينسكي ناكامورا. ثم اقترح على سيث رولينز أن يواجه دومينيك في الحدث الرئيسي لعرض الرو، وهو ما وافق عليه سيث. المباراة الأولى الافتتاحية جمعت ديمين بريست ضد شينسكي ناكامورا. الفائز بالمباراة ديمين بريست بالتثبيت. مباراة جيدة الأداء والسبوتات، مباراة فيها تناغم وسرعة إلى حد ما، مباراة افتتاحية عرض جيدة واختيار الخصوم مناسب. تقييمي للمباراة 7/10. هدف المباراة إظهار قوة بطل الحقيبة والسيطرة والقوة التي يتمتع بها، لكن هل تم السحب على عداوة ريكوشيه وشينسكي وبرونسون ريد الذي كانت قبل المهرجان، أم هنالك توجه آخر سوف يكون؟ المباراة الثانية نزال فرق إقصائي لتحديد المنافسين الجدد على لقب فريق سيدات WWE. تشيلسي جرين سونيا ديفيل ضد إنتي هارتويل وكانديس ليراي، ضد نيكي كروس وإيما، ضد دانا بروك وتيغان نوكس، ضد كاتانا وكايدن كارتر. الفائز بالمباراة تشيلسي جرين وسونيا ديفيل، ويصبحوا هم المنافسين الجدد على لقب فرق سيدات WWE. مباراة كانت سريعة ورجعنا فيها للمربع الأول ونفس السيناريو بأن يتم هنالك فرق والإقصاء. مباراة متوسطة الأداء مع جميع الفرق. تقييمي للمباراة 6.5/10. تمنيت لو أنه الفائز بالمباراة أحد من أفرقة ال NXT المصعدين إلى WWE. مباراة سريعة. تشيلسي جرين سونيا ديفيل أقصوا كلا من أندي هارتويل وكانديس ليراي، وبعد ذلك أقصوا نيكي كروس وإيما، بعد ذلك دانا بروك وتيغان نوكس، وثم أقصوا كاتانا وكايدن كارتر. المباراة الثالثة وكانت زوجي، جمعت الفريق ألفا أكاديمي ضد الفايكنج ريدرز. الفائز بالمباراة بالتثبيت السريع ألفا أكاديمي.
أفضل مباراة في عرض اليوم وهي مباراة العرض بلا منازع، الحماسة والسرعة والأداء الجميل والتناول رغم المباراة والجوهر المباراة، وهي الجوهرة المنسية تشاد جيبل. عودة جميلة ليس في قصتها، وهذه العداوة ليست جميلة في قصتها، وإنما بالحماس والأداء المقنع والجهد المبذول في هذه المباراة. تقييمي للمباراة 7.5/10. المباراة الرابعة وكانت على بطولة لقب عالم السيدات الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب، ريا ريبلي البطلة ضد ناتاليا. الفائز بالمباراة ريا ريبلي. قبل بدء المباراة كان هنالك هجوم من قبل ناتاليا عند المدخل المؤدي إلى الحلبة وتسديد الركلات والضربات الموجودة. بعد ذلك كان هنالك لدينا مباراة أفضل من المواجهتين السابقتين، بأن كانت ناتاليا كمتحدية ومنافسة ولم تهزم بشكل سريع. مباراة فيها طابع الندية والمهارة والمكافئة بين ريا وناتاليا. أقوى مباراة لريا ريبلي منذ تجديد لقبها. تقييمي للمباراة 7.5/10. المباراة الخامسة وجمعت مات ريدل ضد جيوفاني فينشي. الفائز بالمباراة مات ريدل بالدي كيو. مباراة كانت سريعة، يعني ما شفنا شيء، لكن أثناء المباراة تدخل لودفيك كايزر مما جعل الحكم ينهي المباراة لمصلحة مات ريدل. بعد المباراة قام لودفيك كايزر وجيوفاني فينشي بالهجوم على ريدل، ولكن جاء الإنقاذ من درو ماكنتاير الذي دمر لودفيك أثناء طريقه للحلبة، ثم دخل الحلبة وأعطى ركلة الكليمور قوية لجيوفاني فينشي تحت أنظار بطل القارات غونتر الذي كان يشاهد هذا وهو خارج الحلبة. ثم ظهر غونتر يتبادل النظرات الحادة مع درو ماكنتاير وأراد أن يدخل الحلبة لكنه تراجع، ثم أخذ كلا من لودفيك وجيوفاني وغادروا القاعة، وانتهى المشهد على احتفال درو ماكنتاير مع مات ريدل. مباراة المين ايفنت والحدث الرئيسي، سيث فريكن رولينز ضد دومينيك ميستيريو. الفائز بالمباراة سيث فريكن رولينز بالدي كيو. أثناء المباراة تدخل ديميان بريست، وهذا ما جعل الحكم ينهي المباراة لمصالح سيث رولينز. بعد المباراة قام ديميان بريست بشن هجوم عنيف على سيث فريكن رولينز، ولكن الأخير قام بتنفيذ سوبر كيك عليه، ولكن دومينيك قام بمواجهة سيث رولينز من الخلف والهجوم عليه، وطلب دومينيك من ديميان أن يصرف العقد، وبالفعل كاد ديميان أن يفعل ذلك لولا أن فين بالا ظهر وقام بمهاجمة سيث رولينز. غضب ديميان بريست غضب شديد من فين بالا وقال له ماذا تفعل، واحتد النقاش بينهم، واستغل سيث رولينز هذا كله وقام بتنفيذ البيديجري على دومينيك ميستيريو خارج الحلبة وحمل لقبه ووقف عند مدخل القاعة. رسميا تم تحديد المباريات التالية في عرض رو القادم: بيكي لينش ضد زوي ستارك، أيضا لوغان بول فيس تو فيس مع ريكوشي، توماسو تشامبا ضد ذا ميز، ومن نوع خاص نو ديكواليفيكيشن ماتش.